بشير البارحة مباراة كبيرة بين البرازيل والمغرب، ومبروك المنتخب المغربي اللي فاز البارح في مقابلة الحقيقة تاريخية، فوز تاريخي. ها قدامنا يعني الجماهير والدخلة نتاع الجماهير المغربية. طبعا سي توفيق بدون ادنى شك انه فوز تاريخي للمنتخب المغربي، خاصة المنتخب البرازيل بكامل نجومه. تفرجت في الماتش البارح سي توفيق؟ اي تفرجت. لا ماتش ريفيرونس. تشوف المغرب تلعب ضد البرازيل ماتش ريفيرونس، ولكن بقطع نظر على النتيجه من الاجواء اللي دارت فيها المباراه، الملعب، الاخراج، حضور البرازيل في حد ذاتها في المغرب. احنا باش نلعب ماتش اميكال مشينا لها البرازيل، اختارت هي المكان، هي جات لطنجه واللاعبين كل اللي معناها ينشطوا في اوروبا الكل كانوا متواجدين. فما غيابات اوكي، ولكن على الاقل ابرز ماتش ريفيرونس اللي التسويق نتاع المغرب للكاس العالم 2030. فحاجه حلوه، الدخله حلوه، الاجواء كلها كانت طيبه. الماتش زاد فيه طبعا ما نحكيو عليه، بقى صادق سالمي ما نحكيو اربيتراج. المهم انه احنا في المقابله هذه عندنا تحكيم تونسي كان حاضر، بشير صادق السالمي والفريق اللي معاه. شنو تقييمك لادارتهم البارح الماتش؟ والله دار المقابله صادق السالمي ومساعد خليل حساني ومحمد بكير، وكانوا زاد معه هيثم قيرات في الفار وهو ونعيم حسني. الحقيقه المقابله شفناها كان فيها معناها ريتم عالي، كان فيها تنافس. ما شفناش معناها تنافس كما نقولوا متقارب جدا بين الزوز فرق، عباره على انه معناها ما ثماش فوارق بين شفنا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب المغربي. الحقيقه الاهداف 3 اهداف كانت سليمه، ما فيهم حتى شيء. حاول نذكر بالاهداف. سفيان بوفال كان سجل الهدف الاول المغرب، عدل كازيميرو في الدقيقه 67. ثم الهدف الثاني كان عن طريق عبد الحميد سابيري، سجل هو الهدف. تصويب اخويا. المقابله باش نعرفوا انه لعبت بالفار جمال، معناها الفريق المغربي رغم انه كما نقولوا كان ينجم يلعب من غير فار، يقول حتى معناه بما انه هو يستضيف، لكن يقول لك انا عندي احتراما لقيمه المنافس، يقول لك انا مري عندي امكانيات ونلعب بالفار، علاش ما نلعبش بالفار ونعطي المقابله اللي هي معناها مقابله. لا هو استعرض امكانيات البارح من طرف المنتخب، امكانيات فنيه لوجستيه تنظيميه كما قلت جمال وقال سي توفيق، هو استعراض كامل للامكانيات اللي متوفره في المغرب اللي باش ينجموا عليها يعملوا معناها بطولات عالميه. وشفنا انه الفار الغى هدف للمنتخب البرازيلي معناها بوجود تسلل، وشفنا بالتقنيه الجديده انه كان تقريبا فما 10 سم ولا 15 سم. هاو الهدف، هاو الهدف. التقنيه كيفاش معناها بالكتف مقدم على الثاني اخر مدافع. زاد في الهدف الثاني المنتخب المغربي شفنا انه الفريق البرازيلي طالبوا لمسه يد، لكن الاعاده ظهرت انه ضربت في ساقه وما ضربتش في ايده، خاطر الصحيح لو ضربت حتى في ايده في لقطه كيما هذه ديريكت كان يلغى الهدف، لكن الهدف كان سليم. نجم نقولوا المقابله صحيح كانت مقابله، خاصه انه الفريق البرازيلي ما كانش مسيطر ودخل زاد في شويه معناه كان على اعصابه، وشفنا اللي هو كان مستفز للاعبين حتى المغاربه كذلك، ولا معناه بالطبيعه المنتخب البرازيلي شاق روحه خاصه مع المغرب ماهيش بالسهله. شفنا زاد كان فما شويه نقاشات مع الحكم على بعض القرارات، لكن اللي نشوفوا انه المقابله بالنسبه لي تحكيميا كانت ناجحه. بعض الاخطاء التقديريه اللي في الميدان ما كانتش مؤثره على نتيجه المقابله، لكن اهم حاجه انه الاهداف والاهداف كانت سليمه وسيطرت معناها الطاقم. ولو انه توفيق بكري انت تشكر يعاود احنا قاعدين نخزرك مش مشكله، احنا واحد ورايو. انا نحكي مش بيتقل فينيسيوس ما يستاهلش على الدفعه نتاعو بالطبيعه. هو معناه لا ايش اقول لك سي توفيق، ملاحظتك في مكانه. اما بمحكم انه مقابله كما نقولوا وديه باش يعطي هو انذار، هو لم الموضوع نبه عليهم الزوز، اما لكن هذيك في مقابله معناه اقصى حالات التهور من اللاعب. الدفع هذاك ينجم اصلا ورزمو معناه بالنسبه لفينيسيوس دزوا في دار وكان جاء في وجهه ينجموا نحكيو على حمراء، وكلامك صحيح توفيق وملاحظتك صحيح، لكن ما تتبدل المعطيات والحكم يقول لك لا باش نعطيو صفرة نادى اللاعبين، لكن نمشي معك انا رمضان وعواش ورمضان وعواش وديجا شفنا حتى في الشوط الثاني الحكم انا وقف المقابله بالشرب والتعب والجوارات المغاربه خلاهم يسحروا غير مراعاة
وراعد مش مشكل. لا وش اقول لك باش اسمعني. تونسي حاضر. احنا فرحانين تحكيم تونسي حاضر وفرحانين اللي المغرب ربحت وفرحانين اللي التسويق والصور اللي طلعت حلوه برشا. هذا اللي يهمنا في ماتش كيما الماتش نتاع البارح بصراحه. يعمل كيف سي توفيق راهو ما نعرفش تعرف ولا المنتخب البرازيلي من معناه من الفرق الصعيبه جدا كي يبدا خاسر على الميدان. صعيبه راهو جدا معناه عندهم معناه مستنسين ما يحبوش الخساره راهو. وحتى في اي بطوله عالميه ونعرفها من الكواليس نتاعها سواء البرازيل ماذا كان خرجت يقول لك تو البطوله باش تاخذ منعرج اخر معناه ما فماش برشا ضغط يعمل برشا ضغط حتى على المسؤولين. البرازيل مستنسه تخسر هي بالطبيعه معنا في افريقيا سورتو بالنسبه لهم هما وصلنا مش الكاميرون فازت على وجات قبل 3-4 ايام راهو من نهار الخميس وصلوا مش معناه واخذين الماتش بشديه مش جايين نهار السبت باش يلعب غدوه جايين من نهار الخميس ومشاو طنجه كما طيبه وكل شيء طيب. هاي نمشيو موزيكا وبعد نرجع باش الاجواء طيبه والحمد لله. ها مدرب تسكى من التحكيمه تو بعد بابا مغرور يلا